السلام عليكم ورحمه الله. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله نشارك معكم هاد جوج ديال الاقتراحات بعجينه وحده تخرجوا منها المالح والحلو وبمقادير سهله وفي المتناول واقتصاديه. هنايا هادو عمرتهم بحشوه مالحه بالصدر ديال الدجاج والبصله خضاريه، وهادو عمرتهم بالتفاح تيجيو لذاذين وغيعجبوا وليداتكم. خليكم معايا تشوفوا الطريقه والمقادير. العجينه كنحتاجو هنايا عندي 600 غرام ديال الدقيق ابيض نوع ممتاز، وعندي هنايا 100 غرام ديال الفينو، شويه ديال الملحه، واحد المعلقه صغيره ديال السكر، شويه ديال الخميره الفوريه والماء باش غادي نعجنو، واحد جوج معالق كبار ديال زيت المائده. غادي ناخذ جوج معالق كبار زيت المائده، واحد معلقه صغيره ديال السكر، وهنايا واحد شويه ديال الخميره، ماشي بزاف غير هكا بركه. ممكن تضيفوا خميره الحلوه الا بغيتو، خماره ما بغيتوش تستغناو عليها. وغادي نضيف الملحه. هاد العجينه غادي نخرج منها جوج الانواع ديال الحشوات، غادي ندير منها المالح والحلو. بسم الله. غادي نعجن العجينه غير بالماء عادي. العجينه ضروري تكون شويه شاده راسها. غادي نعجن العجينه ونرجع معكم. هنا كما كتشوفوا معايا العجينه من بعد ما جمعتها ودلكتها شويه، هانتوما كتكون شويه قاصحه. ضروري تدلكوها واحد 5 دقائق مزيان. ممكن ديروها في العجانه، انا ملي كتكون عندي كميه قليله ما كنديرش العجانه، كنعجنها غير بيدي. غادي نديرها في البلاستيك ونخليها ترتاح واحد ساعه المكانه هكا ونرجع معكم. الحشوه غادي نحتاجو هنايا بالنسبه للحشوه المالحه، عندي هنايا كميه ديال البصله الخضاريه بزايد اكثر من هذا صدر ديال الدجاج. عندي صدر ديال الدجاج كميه قليله، ممكن تستغناو عليه. بصله خضاريه دايره كميه كثيره، شويه ديال المعدنوس، شويه ديال الفلفله حمراء، خرقوم، سكنجبير، الملحه والابزار. وعندي هنايا خيزو محكوك هكا رقيق ومعصر، غادي نضيفوه في الاخير. وغادي نضيف زيت الزيتون وزيت المائده. والحشوه الحلوه غادي نحتاج ليها التفاح. هنا غادي ناخذ الزيت، غادي ندير كميه ديال الزيت كثيره، غادي نقول لكم من بعد علاش. وهنا شويه ديال زيت المائده. غنرد الكل يطيب ونرجع معكم. الحشوه هنايا المالحه ها هي طابت كما كتشوفوا. هنايا انا جمعتها على جنب الفوق بحال هكا باش الزيت اللي فيها القدام اللي فيها غادي يهبط. داكشي علاش قلت لكم درت كميه كثيره ديال الزيت. هنا علاش غادي نصفيها هكا، هاد الزيت هذه هي اللي غادي ندهنوا من الوجه. فاش كنديروا الزيت ونخلطوها مع الفلفله الحمراء وكندهنوها لهم كيجي المذاق ديال الفلفله الحمراء فوق ديك العجينه اولا الورقه ديال الملاوي اولا الرغايف اللي درنا. فاش كنطيبوا هكا ونحيدوا نصفيو داك الزيت نحيدوها وندهنوا بها، ما كيجيش المذاق ديالها فيه الفلفله الحمراء، كتجي المذاق ديال اللي كيجي هو ديال الحشوه صافي. ماشي غير كنديروها نقربوها ناكلوها كتعطينا ديك الريحه ديال التحميره. هانتوما هنايا الزيت شتيو، نتمنى يكون كيبان لكم، اولا نقلب للجهه الاخرى بحال هكا. ها هي غادي نخليها هكا محد الحشوه كتبرد والزيت كتهبط، اولا ديروها في الصفايه اللي بغيتو. انا نخليها غير بهذا الشكل هكا تتصفى على خاطرها.
هنا من بعد ما ارتاحت لي العجينه بديت كنطلقها. هانتوما درت انا كويرات صغيورين، درت شويه ديال خليط ما بين الزبده والزيت بي غادي نورق، وكندير شويه د الفينو، غير شويه ماشي بزاف. هكذا، وغادي نخليهم على جنب ونعاود نصوب واحده اخرى. هنا من بعد ما سرحتها هانتوما شويه ديال الفينو، ممكن ديروا المايزينا الا بغيتو، وغادي طوي هكا. غادي نستمر تنكمل الكميه اللي عندي ديال الرغيفات اولا الناوي، ونرجع نعمرهم معكم. هنا كما كتشوفوا معايا من بعد ما ورقت الرغيفات كاملين غادي نبدا نعمرهم. هنا كنسرحوها، كنبركو على الجناب مزيان بحال هكا. هنا بالنسبه للحشوه انا فرغتها هنا، ها هي ديك الزيت اللي صفيت هي هذه اللي غندهنوا الوجه. ها هي غادي نرقق الجنيبات غير شويه، وناخذ شويه من الحشوه كنسرحها في الوسط، نحاول نعطيها شكل ديال مربع. هنا ناخذ هاد الطريف هكا مع هذا هنا ونقنتو ونشد هكا. ناخذ عاوتاني طريف اخر ونجيب معاه هنا، نتمنى يكون واضح وكيبان هكا. ونجيب هذا هكا كما كتشوفوا معايا، جاو على هذا الشكل هكا. غنصوب واحده اخرى. يعني دائما كنعطيو الجناب هما اللي تنبركو عليهم بزاف هكا. ناخذ هكا معلقه ونحطها في الوسط ونبرك عليها باش نعطيها الشكل ديال المربع في الوسط هكا. هنا الا بغيتو تزيدوا الفرماج لداخل زيدوه، ما بغيتوش بلاش. انا ما غاديش نزيد الفرماج من الداخل هكا. وكنسدو هاهي، ونجيب عاوتاني الطريف الاخر عاود نشدو. غادي نستمر تنكمل الكميه اللي عندي ونرجع معكم. هانتوما هنا من بعد ما كملتهم بالتعمار خديت داك الزيت اللي محيدين من الحشوه شتيو بها كندهن لهم الوجه. ممكن تديروا الشيته بحال هكا اولا ديروا كما درت بيديا هكا. هكا فاش كيطيبوا كيجي المذاق ديالهم زوين وما كيكونش فيه ديك المروره ديال الفلفله حمراء. غادي نكملهم بالدين ونرجع معكم.
هنايا من بعد ما دهنت لهم وجههم درت لهم الزيتون هكا مقطع دوائر على الوجه تزيين. غادي ندخلهم للفران يطيبوا، وغادي نرجع نصاوب معكم الحلوين بالتفاح. هنا بنفس الطريقه طلقتها. غادي ندير شويه ديال السكر، خليط ديال السكر والقرفه كما كتشوفوا عندي هنايا خليط السكر والقرفه. غندير شويه من التحت وناخذ دائره ديال التفاح هكا، ندير شويه غليظه الا جات غليظه حاولوا تنقصوا منها باش ما تجيش عاليه بزاف. غادي ناخذ عاوتاني معلقه واحده اخرى بحال هكا، وغادي نسد بنفس الطريقه. غادي نهزها نديرها في الطبسيل اللي غيدخل الفران، ونعاود نطلق واحده اخرى معكم. ناخذ معلقه السكر والقرفه وناخذ دائره نحطها ديال التفاح، نعاود نزيد لها شويه ديال السكر والقرفه من الوجه، ونعاود نجمعها بحال هكا. هكا نحطها في الطبسيل اللي يدخل الفران. غادي نستمر تنكمل الكميه اللي عندي ونرجع معكم. هنايا دهنت لهم الوجه ديالهم بالبيض ورشيت لهم على الوجه كما كتشوفوا اللوز ايفيلي. ممكن تستغناو عليه الا ما كانش متوفر، ديروا شي حاجه واحده اخرى. غادي ندخلهم للفران يطيبوا ونتلاقاو من بعد. الرغيفات من بعد ما طابوا خرجتهم من الفران جاو على هذا الشكل هكا. زينت لهم وجههم هنايا بشويه ديال الفرماج الاحمر والمعدنوس. وهنايا الاقتراح الثاني الحلو بالتفاح جا على هذا الشكل هكا. زينت لهم الوجه ديالهم بالسكر كلاصي. ممكن تكتفيو غير بداك اللوز ايفيلي اللي درنا لهم على الوجه. الاقتراح ديال اليوم كان هو هذا. كنتمنى يعجبكم وتجربوه، وإلا عجبكم بارطاجيو الفيديو مع حبابكم وصحابكم، والى فرصه مقبله ان شاء الله.